وصل صوتك. فضائية لنا مش نعطيو شهادتنا، يعني والحمد لله رب العالمين. فالعمر هذا أنا عمري 82 سنة، وربي سبحانه لا إله إلا هو منحني مدارك عقلية ولله المنة والحمد كاملة. وإذا كان الإنسان مش نجم يعطي تاريخ على هذا التعذيب هذايا ونصدقهم في القول، قلت لهم ما فماش إنسان آخر بدون فخر مش يعطيكم تفاصيل النوع هذايا من التعذيب. وماش ما نطولش الأمور هذايا كما قلت الطلب مجردات صدقوني. عندما حكمنا ودخلنا السجن برج 9 ابريل وداولنا الزلزالات. نعم؟ لا القضية الانقلابية نتاع 62. ثم إذا كان تحبوا نرجعوا اليوسفيين احنا يوسفيين، ومش بس يوسفيين برك احنا مناضلين الحركة فهمتي الوطنية ضد الاستعمار. وفينا اللي فهمتي تحكم بالأعدام، وفينا اللي هرب فهمتي مشى لليبيا، وفينا إلى آخره. اليوم باش نداوي الموضوع هذايا نتاع التعذيب في المشكل نتاع المحاولة الانقلابية على بوركينا. الله يرحمه كما أنا دائما ونقول الله يرحمه. فما برشا ناس تقول لا ما ترحمش عليه، لا رحم عليه لأنه عنده المسائل والمحاسن نتاعو. هذايا تو بعداش نخلطوه ما يهمش. ثم من بعد ما حكم علينا التصريح وقع لنا في الزنزانة ليس في المحكمة كما يعتاد، يعني باش بعد ما يقع الاستنطاق في المحكمة يصرحوا لك بالحكم. احنا لا، هزونا ثم مرة 3 نتاع الصباح جاوا صرحونا بالحكم. تحكمت انا ب20 سنة وزميلي اخر فرد زنزانة. عندما خرجت اللي صرحونا بالحكم انا اتكيت عليك وضحكت. قال عشان تضحك 20 سنة؟ قلت له انا ثالث في القضية مش ما نفرحش. أنا ثالث عنصر بالقضية بعد سي عبد العزيز العكرمي ومحمد الهادي القدسي قدروا بنشر ثالثهما. أنا عمري ما كنت متوقع مش تصير علي أحكام هكا، يعني متوقع الموت، يعني لا أكثر ثالث عنصر ما فيه مش يمنع. قال عمر عند المولى سبحانه لا إله إلا هو. عرف وقتاش باش دخلني لهالدنيا عام 19 30 16 ابريل، وهو الوحيد اللي باش يعلم وقتاش باش يخرجني، ولا نجم يخرجني منها لا بورقيطه ولا المخلوع ولا اللي جا بعد المخلوع ولا اللي باش يجي بعد المخلوع زاد. خاطر هذه كل مشيئة بالله والحمد لله رب العالمين. كل انسان مؤمن يؤمن بهذايا. التعذيب عندما هزونا الكاركتر الملح مسلسلين يدينا من التالي، واحنا صدقوني كي العلاج كي بداو هبطوا فيهم الكاميونات لوحوا بعض الى اخره، والزبائن تستنى فينا بالكرافاشات. ما نعرف كما تقريبا الصغار من ولادي ما يعرفوش بالكرافاش، اما هو ربي يلطف علبه نتاع فهمتني نوجد فهمتني منوي فهمتني، ولكن الضربه نتاعو ربي يلطف. قبلونا في ذلك التاريخ فلوحونا كي العلاج فوق بعض، وقفونا امام الحيط. دائما ما بدنا فما صوره يستحيل كانت يعني تمحاها من مخيلتي. كان معايا اخويا اللي محكوم بالاعدام حمادي كيسه، من شده الضرب اللي تلقاه على عينيه بالكرباش، عينيه خرجت هكا، ولكن ما فقت فيه الا التالي تصدع وهبط. قلت سيء هكا هو مات لانه تتخ فهمتني. والزباين جاوا وقفوا فيه بالسيف ما نجمش ياكل. ما كفاش هكاكا دخلونا للسيلونات. ثم في فترة من الفترات احنا سميناها الحقبة هذه 1 2 و3 جوان من كل سنة بالايام يعني 3 ايام النجدات. مثلناها برجوع الملك الخامس وقت اللي راح من مدغشقر للمغرب، صارت فيها يعني بالطرحات 3 ايام و3 ايام زايده ناكله وشراب من دار السلطان. احنا 3 ايام تاعنا ناكله وشراب كرباش. اقسم بالله لا مبالغه في هذا.
الكرباش وقت اللي يهبط على ظهر المنهج يا يبشر له اللحم نتاعو يتبشر وبرا عاد. انت ما تعرفش ظهرك عشان تشوفه، ما عندكش مرايه، ولكن فين تشوف ظهرك في هذا الصح. وصلنا لدرجه اللي هز ما عادش يحمل. فهمنا مع بعضنا، قلنا الانسان اللي نجم يقبل هو هذاك يتحط في الاول، ثم اللي ما عادش يقبل وراه، ثم اللي يقبل، ثم الى اخره بالتداول. مش وقت اللي انا نلاقي ظهري نجم هز ناكل الكرافاش اللي ما عادش يهز يتعدى. ضربة هز الكرافاش يهبط على الثالث اللي هو الانسان ينجم يهز. يعني شوف الان درجه ولينا. اما في الليل بالنهار كي نقوم الصباح باش نحيي السوريه من فوق الدنة، صدقوني كاني امراه حامل بالساعه. اللي تلصق في الليل على اللحم ما تتنحى الصباح الا بشق الانفس. زيد مع هذايا فتره الجوع، صدقوني وبدون مبالغه عامين 8 اشهر واحنا في حاله جوع مستمر. جميله فيها 6 مغارف ماء، مغارفه نتاع عيش سفناريه مش سفناريه. تاكد مليح نقول ماهيش سفناريه، عيش سفناريه نعطيوها لرانا. وخبزه ب 300 جرام، هذه في الجميله نتاع الصباح. ثم في العشيه 5 مغارف محمص و3 مغارف 3 كعبات حمص. هذوك بات عليهم وتصبح والجوع كافر كما قال سيدنا علي لو كان انسان او كحابه. احنا وقت الفتره نتاع الجوع هذيك كانت تنجم تفكر لا في بوك ولا في امك ولا في بنتك اللي خليتها من 4 اشهر ولا في زوجتك اللي عمرها 17 سنه و3 اشهر وتلقات ما شاء الله من التعذيب في وزاره الداخليه. فهمتني؟ هزوها مش رضع بنتي ثم يرجعوها. هذا الكل وقت الفتره نتاع السيد باجي قيس ستي وقت اللي كان مدير امن عام. احقاقا للحق انا فما شهاده مش نقولها هي نوعا ما نجم تكون في صالحه نجم تكون مش في صالحه. عندما عيطت جابني من السجن 10 نتاع الليل وجابوني الزباين نتاعو فيهم هذا السي هادي قاسم، صدقني بالعباره نتاعنا مع شويه مبالغه فرضا نتاع دم. قبل ما دخلني انا لدي مسلسل التالي وحافي فهمتني وحاله يرثى لها كما هو قال لي هكا تعجبك حالتك حاله يرثى لها عرفنا خاطر نعرفوا بعضنا من قبل. قال لي واذا به السيد الزبون اللي دخلني يعطيني 2 كفوف وراني نجوم في الليل مش في القايله كما المثل نتاعنا اللي نقولوا فيه. هو جهز من المكتب نتاعو حط يديه قال شكون قال لك ارض حلو يديه من المنوط واخرج. هذه احقاقا للحق لازمها تتقال ما في شيء. قال لي شفت سؤال اقعد قدمه عاد. قال لي شفت السؤال tu vas me répondre par oui ou non. قلت dans la mesure du possible. قال لي عندك سلاح قدور ولا ما عندكش؟ قلت له لا ما عنديش سلاح. وانا في ذلك الوقت كذبت لاني في المعركه نتاع بنزرت هذا وشاهد شاهد من اهلها وعندي توا تقرير نجم نقراه لكم سي محمد فرحان. شويه التزامات في الوقت تعدلنا البحث خلي يكفيها خلي هو يكمل طيب نشوف مره نعم انا قلت لك سيد سي مبروك قلت له يلزمها مجلدات الحكايه مش حصه ولا اثنين ولا تعجب التلسه. هذا التاريخ مش الاجيال الصاعده باش تطلع تقرا التاريخ الصحيح. وانا فهمتني اقسمكم بالله ما نقول الا يوجد اللي موجود. شيء صعب. السيد عميد تكرم وبارك الله فيه هو السيد المحاضر وعندنا تفضل. لميت 3756 قطعه سلاح بما فيهم 12 دوسات كونترابيون. انا لميتهم من البلاد اللي تلوحوا في وسط في الطريق واللي تلوحوا في الديار واللي تلوحوا في الفروشات نتاع الولد الصغار وتغطاوا بالجراري نتاعهم. انا دخلتهم للحومه العربي وسجلت فهمتني الارقام نتاعهم فهمتني وجاوا بما فيهم اللي تسمى بعداش كيما سي عبد الحميد الشيخ كيما غيرهم كلهم جاوا وخذاو السلاح نتاعهم بجاه ربي لانه ما تعرف انسان يلوح السلاح نتاعو
المآل نتاعو شنو؟ المحكمة العسكرية إعدام. وأعطيتهم السلاح نتاعهم رجعته لهم كل ملك الشخصيات الكل. 3756 قطعة. وهاي قدامي نجم نجبدها لكم وتقراوها أنتم بأم عيني. فهمتني؟ كي لمينا السلاح هذايا مشاو وصلوا له الحكايه لسي باجي قصيبتي، قالوا راهو هو عنده السلاح. انا جاوبته كلمه بالنفي، قلت له لا ما عنديش سلاح. خسر بالوقت عيط الشرطي من الشرطي، قال له اسمع حطوا له المنوط ورجعوه للسجن، وهذاك اللي ضربه ما نحبش يهزه، انتم تهزوه فلان وفلان، رجعوني للسجن. هذا يعني احقاقا للحق، مش كل انسان زاد ياخذ نتاعو، لكن ما يمنعش في الفتره اللي هو كان مدير امن عام ثم وزير داخليه، مش المرؤوس نتاعو ما اديلوش تقرير ويعطيه التفاصيل الكل، مثل ما جاء سي فؤاد المبزع وزارنا بعد ما نحاولنا السلاسل بالثلاث شهور، جاء باش يزورنا في 10 متاع الليل. وفهم مش معناه 10 متاع الليل وقت ينفتح متاع القبو 37 درجه تحت القاع تبدا تخدم كان فاتح، احنا ما نصوروا الا الشر. الحقبه هذيك نتاعنا عمرنا ما نصوروا الخير. وقت تخدم فاتح في الليل و10 متاع الليل وتجيب تبدا الزبره فهمتي تخدم فهمتي، والسلاسل اللي يتحطوا في الساقين نتاع الناس يبداو باحمد تيجاني بعمار بني اللي هما في السيلول الاولاني، ثم بالسبعه، ثم الوسط، ثم احنا الاخرانيين المرزنين اثنين محكومين عليهم بالاعدام، اعطي فهمتني وهبط الاعدام نتاعهم المؤبد، سي حمادي خويا جيزه الله يرحمه، مصطفى الماطري وتميم الكامل وعز الدين الشريف اللي عاود هي الكره عام 82 واعدم في ذلك التاريخ. ثم العبد لله احنا 5 في القبو هذاك. هذا تصوروا في بالكم البقيه الباقيه كيفاش تبدا مسلسل في حيل، صف من هوني وصف من هوني كما تو موجودين. حشاكم اللي باش يعمل فهمتي القضيه البشريه نتاعو يلزم يهزك التينات اللي مسمينها التينات نتاع المسخ ويعديها للثاني ثم للثالث ثم للرابع ثم للسابع اللي هو مش يقضي حاجه، يعني تعدى على الناس الكل. ولا هو شيء طبيعي ولا عنا ما فيش حتى شك، حتى حيبدا كذا احنا نبداو نحكي ساعه يعارض يقول لا فك الحكايه الفلانيه راه مش هكاك، يشارك معنا ولا شيء طبيعي فهمتني. باش نحكي لكم على العذاب اللي قلت لكم عليه قبيلي نتاع الكرباشيات وهذا، يعني 3 ايام من كل عام احنا نتوقعوهم 1 و2 و3 جوان من كل عام. هذيك يا سيدي 3 الماجدات احنا نعديهم 3 ماجدات للكرباش كل عام، تصور في بالك فك الحاله هذيك. ثم الجوع المستمر، وقتاش متعنا نوعا ما بالشبعه وقت اللي نقلنا البرج الرومي 37 درجه تحت القاع، وكان فما حارس اول سي محمد بريوزه الله يرحمه يجيب لنا ساعه بالسرقه هاك القدامى نتاع الخبز اللي يفضلوهم المرابيط. صدقوني وقت يجينا هاك الرسم نتاع الخبز يفرقوها لنا مع الجميله هذاك انا بريوش وانا قط وانا الى اخره كل حد ينجم يوصف باللي يحبه. والحمد لله لقينا نوعا ما شويه فهمتي رجعت فينا الروح وبدينا نشبعوا نوعا ما بالفواضل نتاع المرابيط فهمتني. هذه نبذه من التعذيب. وقت اللي خرجونا الصادي المدير نتاع السجن سي محمود مرابط اللي وقت اللي شد واحد بالكف حتى عماهم اليوسفيين، النهايه نتاعو ربي سبحانه لا اله الا هو وراها له في الدنيا قبل الاخره، ما زاد هو اعمى في سوسه. هذا يتاكدوا منه وتجموا تبحثوا فيه. لآك هو كما تدين وتدان ما فيش. هذا يا ربي سبحانه لا اله الا هو وما ربك غافل بما عما يعملون. هذا كي يعملوا شيء هذايا راهم مش يلقاو جزاهم في الدنيا. ما يقولش اليوم راني يعني منعت، والله لما يخلص في الدنيا قبل الاخره. ثم عذاب الاخره كشيء اخر. فهمتني؟ باش ما نطولش عليكم. عبد القادر باش نعملوا ندوه اخرى بطبيعه الحال بالشهادات المباشره. اي انا كل حاجه ما نزيدش نطول عليكم. كل حال هذه نبذه كما قلت لكم من نكته من الفيض.
صحيح. فهمتني؟ وان شاء الله كل اللي عمل ان شاء الله يبقى فاعل ولا اكثر ولا اقل. شكرا سي عبد القادر بن يشرت. وهذايا بعض